مشاهد مميزة يصنعها موسم الحصاد والدرس بالجنوب الجزائري. التحدي أصبح واقعا بفضل سخاء الأرض وسواعد الرجال، واليوم نرى النتائج في الميدان. هذا جنوبنا العزيز، فيه أراضي خصبة، فيه مياه جوفية معتبرة، وفيه رجال مخلصين حبوا يخدموا ويبرهنوا، والناس اللي راهم شاكين فينا نقول لهم تفضلوا نروحوا للميدان ونشوفوا بعينينا. الحمد لله نتائج جد معتبرة، إنتاج وفير، ونتمنى توسيع الرقعة الإنتاجية في الجنوب حتى يكون اكتفاء ذاتي بمعنى الكلمة. نرفع القبة لكل الفاعلين في خاصة بالنسبة للناس المهنيين والمتدخلين في القطاع الفلاحي على مستوى الجنوب الكبير تاعنا والجنوب الجزائري. شوفوا باللي يعني هو تحدي حقيقي وأصبح واقع. خصوبة الأراضي ووفرة المياه الجوفية أضيف لها دعم ومرافقة الدولة، عوامل وفرت مناخا من الإيجابية بمقاربة اقتصادية. النجاح في الصحراء لسببين عنصرين، هي وجود المياه بكثرة، وثانيا أنه هو الدعم الدولة، فيها الالكتريفيكاسيون، فيها الحبوب، فيها الدعم في الحبوب، وفيها الترانسبور، وفيها بزاف حوايج، ولأنه يعطت الأراضي والاستغلال المستثمرين والفلاحين الجزائريين مجانيا. في العقار الفلاحي وتسهيل الاستثمار، ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء شيء مهم في الاستثمار في الصحراء، تحسين سعر اقتناء الحبوب، قرار مصيري قام به السيد رئيس الجمهورية، تحسين الدعم بالنسبة للمدخلات الفلاحية، تحسين ظروف تخزين وجمع الحبوب. كل هذه القرارات الميدانية شكلت نواة للأمل للإيجابية. التوجه لتوسيع مساحة الحبوب خاصة القمح بالولايات الجنوبية جاء لمواجهة التغير المناخي والشح الماء بالولايات الشمالية. الشمال هي فلاحة ولا شعبة مطرية، هنا التوجه الجديد هو الجنوب يعني يكون عندنا اكتفاء ذاتي ونقدروا نصدروا يعني رانا نشوفوا في الايام الاخيره هذا، يعني احنا فرحنا. هذه ثوره جديده يعني تاع الفلاحه اللي في الجنوب. قبل سنوات كانت الصحراء الجزائرية أراضٍ جرداء، اليوم بفضل مياهها الجوفية ودعم الدولة تحولت الرمال لجنات خضراء، وأصبحت صوامع التخزين مليئة بقمح الجنوب الجزائري.